وصلنا كمان لمرحلة إن إحنا كل ما نفتح التيك توك، نفتح الفيسبوك، نفتح أي بلاتفورم، حاسين إن في ناس كتير أوي مبقتش شبهنا أو الغلط فينا. هي الناس دي مش شبهنا والّا إحنا اللي مبقيناش شبههم؟ هو إحنا اتأخرنا أوي كده؟ طب نبقى شبههم إزاي؟ لدرجة إن تفاصيل كتيرة أوي في حياتنا هي كانت طبيعية ما بقتش طبيعية عشان إحنا بنشوف حاجات مصطنعة. إحنا طول الوقت قاعدين بنبُص على ناس هي طالعة بتورّينا حاجات ما بتحصلش في الحقيقة. كل اللي أنتم بتشوفوه ده ما تصدقوهوش، معظمه مش صح. الناس اللي طالعة تضحك هي ما بتضحكش طول الوقت. الناس اللي طالعة تلبس هي مش ما عندهاش اللبس بالكم اللي أنتم متخيلين ده عشان تتعقدوا من حياتكم وتتعقدوا وتحسوا إن أنتم قليلين، لأ خالص. أي حاجة بتتصور بتبقى متحضّر لها حلو أوي. أي برنامج بيتصور بيبقى فيه مكياج وفيه ديكور وفيه لبس، مش ده الطبيعي. فخليكوا واثقين في حياتكم، واثقين في نفسكم. خليكوا حاسين ان حياتكم هي الصح، مش السوشيال ميديا هي الصح. بطلوا توصلوا لمرحلة ان انتوا تتباهوا بحاجة مش بتاعتكم. في حاجات كده مش بتاعتنا. ولادك دول مش بتوعك، مش انت اللي جبتهم، ربنا اللي رزقك بيهم. موهبتك اللي انت بتتباهى بيها طول النهار دي حاجة من عند ربنا، ما ينفعش تقعد تتباهى بيها قدام حد ربنا ما ادالوش نفس اللي ادهولك. بطلوا تاكلوا كتير قدام الكاميرا، في ناس مش لاقية تاكل. بطلوا تلبسوا وتعرضوا حاجات هي لا تمت للواقع بصلة عشان خاطر بس الناس اللي ورا الكاميرا دي حاسة ان ده الطبيعي. لا، هو ده مش طبيعي. انت تمام والحياة ماشية كويس معاك وارضي بحياتك عشان دي حياتك احلى من الناس اللي بتصور ورا الكاميرا. ولادك هم احسن من الولاد اللي بيتصوروا ورا الكاميرا. ما تاخديش كل الحاجات دي ان هي بمحمل الصح، لا. الرضا لازم يكون اهم حاجة في حياتنا. ما تتكسفوش ان انتوا تقولوا ان انتوا عندكم مشكلة في حاجة معينة وتروحوا تحلوها. ما تخجلوش من حاجة، سواء وضع اجتماعي او وضع مادي. كل واحد بيتحاسب على نفسه. لو اهلك مين ما تتكسفيش، لو باباكي مين ما تتكسفيش. اطلعي قولي خلي عندك ثقة في نفسك. لو الحياة كلها حواليكي غلط وانت اللي صح، خليكي فخورة بنفسك.